الارتفاع في أسعار المحروقات يلقي بظلاله على القطاع الفلاحي. المنظمة المهنية للفلاحين تتجه إلى المطالبة بإدراج الفاعلين في هذا القطاع ضمن الفئات المستفيدة من دعم المحروقات. زيادات في أسعار المحروقات بلغت حوالي 4 دراهم في اللتر الواحد، من شأنها رفع كلفة الإنتاج وسعر كراء الجرارات وآلات الحصاد وغيرها من العمليات التي يتطلبها النشاط الفلاحي. وهنا بدأ يستشعر الفلاحون تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، بعدما بلغ سعر ساعة من الحرث أزيد من 200 درهم في عدد من المناطق، في وقت كان في حدود 160 درهما عند بداية الموسم الفلاحي، بزيادة فقط 25% من القيمة الإجمالية للحرث فقط. إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، حاورته زينب جودي. شنو عندنا المحروقات والماء والمدخلات الفلاحيه، البذور والاسمده، ثلاثه ديال العناصر. يعني عنصر ديال الطاقه عنصر اساسي في المناطق السقويه، راه ما يمكنش تهضر على السقي بدون طاقه. يعني السقي ديال الاراضي الفلاحيه بالضروره مرتبط بالطاقه، وبالتالي راه عنده واحد الدور مهم جدا في الكلفه ديال الانتاج، والدعم ديالو اكيد غادي يكون عنده تاثير ايجابي الى هو ارتبط بالنتائج. يعني شاف فعلا الفلاحين المنتجين الفعليين اللي كيزودوا السوق الوطنيه، المبررات المباشره معقوله. علاش غادي نديروا المنطقه المقارنه وخا ماشي دائما تيكون صحيح؟ في هذه الحاله هذه صحيح، كاين غازوال خاص بالصيد البحري، نعم كتستافد منه وزينات عائمه، باطويات وصيد اعالي البحار والى اخره. علاش ما يتخصصش كذلك واحد النوع من الدعم للمحروقات بالنسبه للفلاحين الصغار، خصوصا لان الامباكت ديال الطاقه بشكل عام في الانتاج الفلاحي عنده واحد التاثير كبير على السعر، بالاضافه لباقي المدخلات. هذا مساله كتبان مشروعه جدا، ولكن عاوتاني ملي نهضروا على شي دعم خصنا نهضروا على الموضوع ديال الاستهداف، واش غيحقق لنا الاهداف ولا لا. نمشيو عاوتاني نهضروا على الدعم يستافدوا منه عاود الفلاحين الكبار، ملا كاين الكبار ماشي فلاحين، لان الفلاح هو اللي كيظل النهار كامل في الارض ديالو، ملا كاين كبار على حساب الفلاحين الصغار. عاودك هذا موضوع ما خصناش نطيحوا فيه، لان غادي نوليو كنرحلوا عاوتاني المال العام الحسابات لا علاقه لها بالفلاحين.